هلو ازيكم؟ يا رب تكونوا بألف خير وانتوا بتشوفوا الفيديو ده دلوقتي. لو دي اول مرة بتشوفوا فيديو ليا ما تنسوش تشتركوا في القناة وكمان تفعلوا جرس الاشعارات عشان يوصلكوا اشعار اول ما انزل اي فيديو جديد. المنتجين اللي هتكلم عنهم النهاردة بجد هم سحر للبشرة الدهنية، وانا مستغربة ان محدش متكلم عنهم بالتفصيل، فقررت بعد تجربة شهور ان انا اتكلم عنهم واقول لكم قد ايه بجد المنتجين دول فرقوا معايا وقد ايه هم مليانين فوائد للبشرة، ده غير ان هم منتجات مصرية. اول منتج وهو ميلاكني سيروم او ميلا اكني سيروم، وهو بيشتغل اكتر على الحبوب. والبرودكت التاني هو وايت مينز وايت، ومن اسمه كده بيشتغل على تفتيح وتوحيد لون البشرة. هقول لكم بقى مميزات كل منتج وينفعوا لمين وما ينفعوش لمين ونستخدمهم ازاي وامتى وتجربتي الشخصية وكل حاجة، فلو مهتمين تعرفوا كل ده بليز كملوا الفيديو للآخر. تعالوا نتكلم الأول عن ميلا أكني سيروم. أول حاجة بتيجي في مكونات المنتج ده وهو الكبريت، وده ليه فوائد كتير جدا للبشرة وبالأخص للبشرة الدهنية ومشاكل البشرة الدهنية، رؤوس سودة بقى ورؤوس بيضة وتصبغات وبقع داكنة وحبوب وآثار حبوب، هيقلل منها جدا. كمان هيخلصك من أي جلد ميت أو شوائب موجودة على البشرة. تاني حاجة موجودة في السيروم وهو الساليسيليك أسيد، وأنا اتكلمت عنه في فيديوهات كتير قبل كده وقلتلكوا هو مهم ازاي خصوصا لأصحاب البشرة الدهنية، وده بقى مهمته انه بيقشر البشرة بطريقة لطيفة وبالتالي هيمنع تكون الرؤوس السوداء وهيقلل من مظهر المسام، وكمان هينظف خلايا الجلد الميت. مش بس كده، لا هو كمان هيتحكم في الافرازات الدهنية للبشرة وبالتالي مش هيتراكم على البشرة بكتيريا، وبالتالي مش هتكون حبوب جديدة، والحبوب الموجودة على البشرة بالفعل هتقل جدا. كمان في مادة الدي بانسينول موجودة في السيروم ودي بترطب البشرة جدا، واحنا اتفقنا ان السيروم فيه ساليسيليك اسيد وده ممكن يخلي البشرة يحصل لها تحسس بسيط، فالمادة دي مهمتها انها بتهدي من التحسس او التهيج اللي ممكن يحصل للبشرة، والمادة دي موجودة في منتجات عناية بالبشرة كتير وموجودة كمان في بعض منتجات الأطفال. عندنا كمان في السيروم زيت اللوز، وزيت اللوز بشكل عام ليه فوائد رهيبة، هو بيوحد لون البشرة وبيعالج التصبغات وكمان بيحمي البشرة من الجفاف، وفيه خصائص مهدئة للبشرة وبيخفف جدا من أي تحسس ممكن تتعرض ليه البشرة. ده غير بقى انه مقاوم لعلامات تقدم العمر ومضاد للأكسدة. وبمناسبة بقى مضادات الأكسدة بيجي في التركيبة بعد زيت اللوز على طول فيتامين اي، وانتم مش متخيلين فيتامين اي مهم ازاي للبشرة، غير انه مضاد أكسدة قوي جدا، هو كمان بيجدد البشرة وبيحافظ على نضارتها وبيعالج الحبوب وبيخفف جدا من آثار الحبوب. بعد فيتامين اي بقى بيجي الجليسرين، وده من أحلى الحاجات لترطيب البشرة من غير ما يسيب البشرة عليها طبقة دهنية، وكمان بيحافظ على مرونة الجلد. وبعد كده بيجي عندنا في التركيبة العسل، والعسل بينظف وينقي البشرة وبيزيل خلايا الجلد الميت، وكمان مهم جدا للبشرة الدهنية المعرضة للحبوب لأنه كمان مضاد للبكتيريا. بعد كده بيجي عندنا الألوفيرا أو خلاصة الصبار، وده بيهدي الالتهابات جدا وكمان بينشط الدورة الدموية وبيدي نضارة وترطيب للبشرة. هتلاقوا ان تركيبة المنتج كلها بتشتغل على انها تنقي وتنظف وتقشر البشرة وتنظم الافرازات الدهنية من غير ما تسبب جفاف ولا تحسس للجلد، يعني تركيبة متوازنة جدا. كمان المنتج نفسه عجبني جدا لان هو بيجي بامب مش دروبر، وده طبعا هيضمن ان البرودكت مش هيدخل له اي هواء وبالتالي مش هيحصل له اي اكسده. وهوريكم دلوقتي قوام السيروم عامل ازاي. عايزه اقول لكم ان السيروم ده هو المفضل ليا بجد الفتره دي، كمان هو منتج مصري وسعره كويس والتركيبه بتاعته خطيره، فبجد صفقه. المنتج ده ينفع لمين؟ طبعا لاصحاب البشره الدهنيه المعرضه للحبوب، ولو بشرتك حساسه جدا مهم نعمل اختبار الحساسيه الاول. طريقة الاستخدام بقى، بعد ما بتغسلي وشك كويس جدا وتنشفيه حطي دروب او 2 على ايدك وامسحي ايدك في بعضها زي ما انا بعمل في الفيديو، مسحة خفيفة كده، وبعدين طبطبي على وشك كله وتجنبي منطقة حول العين وحول الفم. عايزه اقول لكم قوام السيرم على البشره مائي جدا، البشره فعلا بتمتصه في ثانيه، مش بيسيب اي ملمس لزج او دهني على البشره نهائي. الافكت بقى اللي بيسيبه على البشره، عارفين الجلاسي سكن؟ هو بيسيب لمعه كده على البشره بس لمعه مش دهنيه خالص، عارفه كأن بشرتك مثلا مشدوده كده من كتر ما هي صحيه بتلمع بالظبط.
هو ده الايفكت اللي بيسيبه. في بس ملحوظة مهمة جدا ان المنتجين دول بنستخدمهم بس بالليل قبل النوم، ما ينفعش نستخدمهم بالنهار ونتعرض للشمس واحنا حاطينهم. بعد ما بحط السيروم بستخدم بقى المنتج القمر اللي مهما وصفت لكم في جماله او اتكلمت عنه وعن تركيبته فيديو واحد بجد مش هيكفي. المهم خلوني اتكلم عنه وهحاول اختصر. في الاول تعالوا شوفوا التركيبه القمر. اول حاجه موجوده في التركيبه هو فيتامين سي، في كمان فيتامين اي، وفي خلاصه الكافيار، وفي الفا اربيوتين، في كمان خلاصه العرقسوس، وصوديوم هيلورونات، وهيدرولايزد كولاجين. وهقول لكم فوائد كل حاجه دلوقتي. هو كمان في زنك، في كمان بانسينول وجليسرين ومنديليك اسيد وهايلورونيك اسيد، وفي كمان خلاصة البابايا. تعالوا بقى اقول لكم فوائد السيروم ده. هو شكله كريم يا جماعة، بس هو خفيف قوي، البشرة فعلا بتمتصه في لحظة. فهو سيروم على هيئة كريمة، وحتى مكتوب على العلبة بتاعته سيروم، ومن اسمه كده باين وايت مينز وايت، وده لانه بجد بيفتح البشرة، ولان اول حاجة في التركيبة هي فيتامين سي. وفيتامين سي بيوحد لون البشرة، وبيفتح البقع الداكنة، وبيخلي البشرة فيها نضارة. كمان بيحفز انتاج الكولاجين، وبيساعد في التقليل من التجاعيد والخطوط الرفيعة. كمان هنا عندنا فيتامين اي، وانا لسه قايله الفوائد بتاعته فمش هقولها تاني عشان ما اطولش عليكم. في خلاصة الكافيار يا جماعة، وده بقى بيشد البشرة وبيعزز مرونتها، وكمان بيأخر علامات تقدم العمر، وبيقلل من الخطوط الرفيعة جدا، وكمان بيساعد على تفتيح لون البشرة، وبيزود إنتاج الكولاجين. في كمان ألفا أربيوتين، والمادة دي بتفتح لون البشرة جدا، وكمان بتفتح التصبغات والبقع الغامقة، وبتوحد لون الجلد. كمان خلاصة العرقسوس، وده فوائده رهيبة في التفتيح وعلاج الكلف والنمش والبقع اللي ممكن تسببها الشمس. كمان المنتج فيه صوديوم هيلورونات، وده شكل من أشكال حمض الهيلورونيك، وكلنا عارفين فوائد حمض الهيلورونيك في الترطيب، ولو عندنا خطوط رفيعة بيحسن شكلها جدا، ومش بيخلي البشرة تفقد الترطيب بسرعة. كمان الزنك الموجود في المنتج ده بيمنع تكون حبوب الشباب، كمان هو مضاد للأكسدة. باقي مكونات البرودكت زي البانسينول والجليسرين والهيلورونيك أسيد طبعا موجودين علشان الترطيب العميق للبشرة. كمان المنديليك أسيد ده علشان يعمل تقشير لطيف للبشرة. كمان خلاصة البابايا دي علشان تفتح البشرة. المنتج ملمسه على البشرة حلوة قوي، خفيف، البشرة بتمتصه بسهولة جدا وبسرعة، مش بيسيب اي ملمس لزج او دهني. كمان هو مناسب للبشرات الحساسة لان هو تركيبته لطيفة قوي. في بس مشكلة صغيرة، وهو ان سعره ممكن يكون مش رخيص. هحط لكم الاسعار على الشاشة. كمان الافكت بتاع السيروم انت هتلاحظيه من اول مرة استخدام، هتلاحظي ان بشرتك مترطبة اكتر وفيها نضارة، ومع الاستخدام هتوصلي للنتيجة اللي انت عايزاها. ولو عندك مثلا اثار حبوب او اسمرار بسبب الشمس هتلاقي ان كل ده بيقل بالتدريج. انا بستخدم المنتجين دول مع بعض، يعني بستخدم الميلا اكني سيروم الاول، وبعدين بستخدم بعده الوايت مينز وايت، لان الدكتورة بتاعتي كانت كاتباهم لي استخدمهم بالطريقة دي. في اوقات كنت بحب ارطب بشرتي الاول، فكنت بستخدم كريم مرطب، وبعدين بستنى بشرتي تمتصه تماما، وبعدين بستخدم الميلا اكني سيروم، وبعده بستخدم وايت مينز وايت. لو انتي بشرتك حساسة وعايزة تستخدمي البرودكت ممكن تستخدميه بالطريقة دي، بس الوايت مينز وايت تقدري تستخدميه لوحده او مع اي سيروم تاني او مع اي كريم مرطب انتي بتفضليه. وزي ما شفتوا كده القوام بتاعه خفيف جدا، والجلد بيمتصه في ثانية، مناسب للاستخدام في الصيف او في الشتاء. الفكرة بس ان احنا ما نستخدمهوش بالنهار او نتعرض للشمس واحنا حاطين، فبدل ما نكون بنحل مشكلة لا احنا ممكن نزودها اكتر. وبس كده، انا كده قلت كل حاجة. لو عايزين بقى تسألوا عن اي حاجة تانية ما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتات، انا برد على كل الاسئلة. ولو لسه لحد دلوقتي ما اشتركتوش في القناة اشتركوا، كمان فعلوا جرس الاشعارات عشان يوصلكوا اشعار اول ما انزل اي فيديو جديد. ما تنسوش كمان تعملوا لايك للفيديو وشير مع صحابكم. وبس كده، باي باي.